السلام عليكم حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني والله كتير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الجديد ان شاء الله. وطبعا انتوا عارفين هنا كده اي حد في الارياف او فلاحين زينا هيعرف احنا بنعمل ايه. هنا الحاجة ربنا يديها الصحة يا رب ويبارك لنا في عمرها. بتعمل لنا كشك. طبعا الكشك ده في ناس هتبقى عارفاه وناس لا. الكشك ده عبارة عن ايه؟ زي ما انتوا شفتوا كده، حاجة مدشوشة اهي او مكسرة. ده قمح اللي هو الغلة اللي بنجيبها من الغيط. بننقيه وبننضفه وبنوديه المكنة. يعني بصي اللي هو بندشه او بنكسره، وبيجي البيت بيتغربل وبيتحش منه اللي هو الدشيش او النخالة زي ما بتقولوا. والحبايه اللي هي الحته اللي هي الحرشه شوي، زي ما انتوا شايفين هنا كده. الحاجه حطت في الحله الكبيره دي ميه. طبعا مثلا لو الغله دي 3 علب كبار هتحط قدهم 3.5 ميه. ماشي. وتفضل تقلب فيه لحد زي ما انتوا شفتوا كده، لغايه ما يتشرب الميه بتاعته، وهي كده بتسلقه. وهنا بقى كان خلاص برد، واللي هو ايه بنحط عليها اللبن. هنا بقى اللي بتعمل دي عمتي اللي هي حماتي، واللي كانت بتسلق على النار دي الحاجة والدتي. هنا طبعا ده لبن اللي هو بتقولوا عليه لبن رايب، احنا عندنا بنقول عليه لبن مخيط زي ما بتقولوا عليه. طبعا الناس ممكن تتريق على الكلمة اللي انا قلتها دي، بس انا عادي، انا مش فارق معايا. انا بقول الحاجة اللي احنا عارفينها واللي واخدين عليها. هنا طبعا لازم نقصنا الكمية في الطبق الكبير ده وكمية تانية في الحلة. بنفضل نحط عليهم لبن بقى. طبعا بنظبط الملح بتاعه. وفي المية واحنا بنسلق فيها الدشيشة بتاعت القمح دي كنت حاطة فيها ملح، يعني الحاجة خلتني حطيت فيه ملح. وهنا زي ما انتوا شايفين كده بنحط هنا كده بنقول عليه ايه بقى، اللي هو بنعجنه او بنعجنه باللبن. نفضل نعمل فيه بقى كده، وكل ما يعوز كمية لبن نحط تاني. زي ما انتوا شفتوا كده ما شاء الله، كان في طبق كبير اللي هو جنبها الاحمر ده كان مليان لبن. هنا ده لسه عاوز، يعني احنا كده هنا بنعمله، هو عاوز كده هنا لسه ايه كمية لبن كمان. بس انا هنا للأمان انا هنا هسيبها تكمله، وهروح الفيوم مع اخت جوزي. ماشي. وهاجي الاقيها خلصته. زي ما انتوا شايفين اهو ما شاء الله حطت له بقى كمية اللبن. وهما لازما، يعني انا طلعت من زمان لقيتهم بيعملوا الخط ده في وش الكشك كده. وادي بقى الكمية اهي. وطبعا ده كده كان الكلام ده العصر. هيبات بقى لتاني يوم الصبح بدري، ونطلع فوق على السطح زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده احنا هنا كده فوق على السطح. لازم الصبح بدري يتقطع كده زي ما انتوا شايفين. طبعا انتوا عارفين يعني احنا عشان محدش برضو يعلق ويقول احنا هنا يعني ايدينا ما شاء الله نظيفة. وهتقطع كله قطع صغيرة كده او مثلا مكعبات او هو المفروض يعني هو ده حجم الكشكاية يعني. طبعا احنا هنا كده هنقطع ما شاء الله الكمية كلها اللي معانا. الشمس بدأت تطلع، يعني اللي هو فتحت بقى، بس هو الكلام ده حوالي الساعة 7 دقايق، كانت الساعة 6:30. وعبال ما خلصنا كانت الساعة 7:30 يعني. فالشمس كانت اللي هو بدأت تطلع علينا. احنا بقى بنقطع على السطح زي ما انتوا شايفين كده. بنفرش حصيرة ومن فوقها الشوال ده. وبعد كده طبعا قبل المغرب بنغطيه علشان الندى والطراوة ما تجيش عليه. والصبح اول ما الشمس تطلع بنشيل الغطا. زي ما انتوا شايفين هي دي كلها الكمية اللي معانا. انا عايزه اقول لكم والله العظيم ان اكله جميل جدا، وبألف هنا للي هياكل منه وللي كل. هنا بقى يا حبايب قلبي اهو، ده بعد يومين شايفين نشف ازاي زي ما انتوا شايفين. بس هو كان لسه من تحت، هو المفروض بيقعد اسبوع في الشمس، هو كان لسه من تحت ما نشفش قوي، اللي هو الكشكايه قلبها لسه شويه يعني. وبقول لكم ده الغطا اللي احنا بنغطي بيها. تشوفوا دلوقتي هنغطيه اهو. هنا احمد حتى اللي كان بيغطيه معايا، يا رب يبارك لي فيه. وهنا بقى خلاص كنا لما بعد الاسبوع. وهوريكم دلوقتي هعمل منه حبة صغيرين كده في طبق هوريه لكم.
هنا بقى كده خلاص كان نشف. ده طبعا معمول بلبن، مفهوش بقى اي ميه ولا اي اضافات ولا شرش ولا الكلام ده، هو معمول باللبن وبس. هنا ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. انا احط الحبه كام واحده اهو، يعني هما 10 وحدات يعني. هشطفهم بس كده، بس مش كتير عشان اللبن ما ينزلش منهم. طبعا كل ما الكشكايه هتضطر، كل ما الكشكايه بتضطر كل ما هي تنقع اللبن منها. بس لو ايدك جت فيه ايدك ما جاتش فيه خلاص هتفضل محافظه على اللبن اللي فيها. هنا طبعا ده طبق فيه سمنه، هنزل فيه بيضه زي ما انتم شايفين كده. انا هنا وريت لكم من اول ما عملناه لغايه دلوقتي. طبعا هنا كانت عمتي جت او حماتي بتصفهولي طبعا، عشان انتوا عارفين ان ايدي وجعاني وكده، هتصفيهم. وممكن تعمليه بايدك، تضغطي عليه بايدك كده قوي، وممكن تحطيه في مصفى يتصفى، بس هي عملته بايدها يعني. وهنا بقى هتفضل تقلب فيه بقى كويس قوي مع السمنه لغايه ما نخلص يعني. وبالمناسبه انا اللي قعدت اكلت اللي في الصينيه دلوقتي يعني كنت عاملاهم ليه يعني. بالمناسبه هوريكم هو بيتعمل ازاي، وانا بقى هتغدى منه. هو بينفع غدا فطار عشاء، والله خفيف وجميل جدا. انا عن نفسي انا عايزه اقعد عليه طول الصيف، يعني عايزه اقعد اكل كده فيه طول الصيف. يا رب بألف هنا وحبيب قلبي، يا رب الفيديو ينال اعجابكم، وما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه يا حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين كده بقى الفلفل لازم جنبيه يبقى الفلفل ده لازم يبقى جنب الكشك، وطبعا الشمام. وتعالوا اتفضلوا معانا. مع السلامه يا حبايب قلبي. مع السلامه. انا هنا